ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. والله أنا أستغرب، زول يقول له ربك ومولاك وإلهك الخلق والأعطاك واللي بتتقرب له واللي بتحبه وداير رضاه واللي أداك واللي ما منعك واللي مسير الأمور والمصرف الكون والمدبر الخلق والذي بيده كل شيء والذي عنده الخزائن والذي ملكه باق والذي لا ينفد منه شيء. الخلق إليه فقراء والعباد يريدون قربه ويسعون في رضاه، والأنبياء يعبدونه ويمجدونه، والأولياء والصالحون في كل مكان يذكرونه. هذا الإله أحب عمل إليه في أيام أمام يديك، فإن قصرت أو قصرنا فماذا تكون وماذا نكون. إذا كان قال لك ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى من؟ قال إلى الله. الأيام الجاية أي طاعة تعملها الله تحبها أكثر من أي يوم ثاني. لماذا لا نتعرض لمحابه؟ لماذا لا نتعرض لنفحات دهره ولجليل مغفرته ولعظيم رحمته التي يريد أن يرحمنا بها؟ اسمعوا مني هذه الكلمة: لا أعجب من عبد يتملق ربه ويجتهد في طاعته ورضاه، ولكنني أعجب من إله خلق ورب رحم وخالق عظيم يخلق العباد ويبين لهم ما يحب ويعينهم على ما يحب، وإذا فعلوا شكر لهم ومن الأجر أعطاهم وأدخلهم الجنة.